بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي الحلوين شطار الصف الخامس، أهلا بكم ومرحبا مع كنوز الرياضيات. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده هقول لكم درس مهم جدا جدا في الوحدة الثامنة، وهو تقدير الأعداد الكسرية. أنا عارفة إن الدرس ده في بعض الناس بتتلخبط فيه وبتيجي تستصعبه، مع ان الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله هقوله لك بطريقه سهله وشيقه وبسيطه، هتفهم بيها التقدير وتعرف تحل بيها اي مثال ان شاء الله. مش هطول عليكم، يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناه وعمل الفيديو مشاركه للفيديو عشان يوصل لكل حبايبي الحلوين. ويلا بينا. النهارده هناخد تقدير الاعداد الكسريه. زي ما انا قلت، تقدير الاعداد الكسريه سهل جدا جدا، وهتلاقيه ان شاء الله بسيط وهتعرف تحله. اولا تقدير الاعداد الكسريه هو تقدير الكسور، يعني انا برضو بقدر الكسور اللي هو باستخدام الكسور المرجعيه. فاول لما تقرا ويقول لك قدر، تعرف من كلمه قدر ده يعني انا هستخدم الكسور المرجعيه، يبقى كلمه تقدير او قدر يعني استخدام الكسور المرجعيه. طيب انا دلوقتي عايز اقدر، فما بنيجي نقدر بنقدر الكسور، بنشوف كل كسر يا ترى هو قريب لايه، للعدد الصحيح، قريب للصفر ولا النص ولا الواحد. يبقى انا لما باجي اقدر بقدر الكسر، ماليش دعوه بالعدد الصحيح، ولكن هشوف بقى اذا كنت هزود عليه ولا هعمل فيه ايه بالظبط. فمثلا لو هنبدا باول مثال، بيقول لي قدر الاعداد الكسريه الاتيه: 3 و4 اخماس. عايزه اقدر 3 و4 اخماس. كل تركيزك يا باشمهندس يبقى على الكسر. هاجي ابص للكسر ده الاربع اخماس واسال الاربعه: يا ترى يا أربعة أنت قريبة من الخمسة ولا قريبة من الصفر ولا قريبة من نص الخمسة اللي هي 2.5؟ طبعا واضحة جدا جدا إن الأربعة قريبة من إيه؟ من الخمسة. طبعا كلمة الأربعة قريبة من المقام نفسه اللي هو الخمسة، يعني قريبة من الواحد، يعني التقدير بتاعها واحد. فطبعا التقدير بتاعها واحد صحيح، فهضيفه على الصحيح يبقى بدل التلاتة 4. تمام. نقول كمان مرة: 4 و5 أتمان. عايزة أقدرها يا باشمهندس، بتيجي تسأل البسط: يا ترى يا 5 أنت قريبة من ال8 ولا قريبة من الصفر ولا قريبة من نص ال8 اللي هي ال4؟ طبعا واضحة جدا إنها قريبة من نص ال8 اللي هي ال4. في الحالة دي هنزل ال4 وأقول ال5 أتمان تقديرها نص. تمام. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ نقول كمان مرة: 5 وسدس. هسأل الواحد: يا ترى يا واحد انت قريب من الستة ولا قريب من الصفر ولا قريب من نص الستة؟ طبعا الواحد قريب من الصفر، فهضيف الصفر على الخمسة فهتنزل 5 صحيح زي ما هي. نقول كمان مرة: هنسأل العشرة: يا ترى قريبة ها يا دكتور من الصفر ولا من نص ال12 اللي هي الستة ولا قريبة من ال12؟ طبعا واضحة جدا انها قريبة من ال12، يبقى قريبة من الواحد، هضيف الواحد على الأربعة بقت 5. ده تقدير الأعداد الكسرية. طيب لو جه قال لي قدر المجموع أو الفرق، ما خلاص هي زيها بالظبط. كل اللي أنت بتعمله بنيجي نقدر الكسر الأولاني ونقدر الكسر التاني ونشوف هو زائد ولا ناقص ونبدأ نحل المسألة. طيب نشوف بتمرين. بيقول لي قدر المجموع والفرق في المسائل الآتية. بيقول لي 6 و3/4 ناقص 2 وخمس. لما نيجي نقدر يا باشمهندس بنقدر زي ما احنا قلنا ايه؟ الكسر. هتيجي تسأل التلاتة: يا ترى يا تلاتة انت قريبة من الصفر ولا قريبة من الأربعة ولا قريبة من الاتنين اللي هي نص الأربعة؟ كله هيقول لي طب ما هي التلاتة قريبة من الأربعة وقريبة من الاتنين، تاخد الأعلى. هي أقرب أنهي الأكتر؟ الأربعة. يبقى التلاتة قريبة من الأربعة يعني واحد صحيح، هضيف الواحد على الستة بقت 7. يبقى أنا قدرت الكسر الأولاني ب7، أنزل الناقص وأقدر الكسر التاني. الواحد قريب من إيه يا باشمهندس أنت وهو؟ الواحد قريب من الصفر، هضيف الصفر على الاتنين وأنزلها 2 زي ما هي وابدأ اطرح. 7 ناقص 2 5. نقول كمان مرة: 9 و6 على 11. هسأل الستة: يا ترى يا ستة
انت قريبة من ال11 ولا من نص ال11 اللي هي 5.5 ولا قريبة من الصفر؟ طبعا قريبة من نص ال11، يبقى هنزل التسعة واقول لدي انت نص 6 على 11 تقديرها بنص. طيب يا ترى يا 3، طبعا واضح جدا ان ال3 بعيدة كل البعد عن ال100، يبقى تقديرها بصفر، هزود صفر على الاتنين بقت 2 وابدأ اجمع بقى يا باشمهندس، 9 و2 11 وانزل النص. شفتوا؟ سهلة ان شاء الله. نشوف اللي بعده، 1 و3/4. هنسأل ال3، انت خلاص بقى اتعرفت ال3 قريبة من ال4، هضيف على الواحد 1 بقت 2، اقول له زائد. ال3 قريبة من ال7 ولا من نص ال7 اللي هي 3.5 ولا قريبة من الصفر؟ طبعا قريبة من نص ال7 فهتبقى 3.5. هتجمع يا باشمهندس 2 و3 5.5. شفت الموضوع سهل ازاي؟ اللي بعده، ال7 قريبة من ايه؟ من ال8، ازود 1 على 5 بقت 6 ناقص الواحد قريب من الصفر، طبعا الواحد قريب من الصفر، هضيف صفر على الواحد بقت هي الواحد، 6 ناقص 1 5. شفت يا باشمهندس يا دكتور الموضوع سهل جدا جدا ازاي؟ انا قلت لك مع كنوز الرياضيات اكيد هتحب الرياضيات لاننا بنبسطها وبنسهلها جدا جدا. فهمنا يعني ايه تقدير الاعداد الكسريه وازاي اقدر المجموع والفرق. طيب ندخل بقى على اللي بعده واهم سؤال اللي اكتريتكم بيتلخبط فيه. طيب بيقول لي ايه السؤال التاني وده اللي مهم جدا اللي اكتريتكم دايما بيسالوا عنه، باستخدام الحس العددي قدر ما يلي. طيب ايه الحس العددي ده؟ يعني بيقول لي بقى هنا في مجهول عندي سواء كان في البسط او المقام عايزين نجيبه. نجيب المجهول ده ازاي يا دكاتره يا باشمهندسين؟ بصوا بقى، صلى على النبي كده عليه الصلاه وافضل السلام. انت لما بتيجي تقدر او تشوف، اول حاجه نشوفها يا حبايبي يا ترى المجهول ده فين، فوق ولا تحت؟ فانا مقسمه لك لو كان فوق بنعمل ايه ولو كان تحت بنعمل ايه. طيب انا عندي هنا المجهول فوق، بنيجي نشوف انت عايز ايه بالظبط. بيقول لي 7 وايه على 8 اكبر قليلا من 7.5. حلو قوي، دي 7 ودي 7، مالكش دعوه بالعدد الصحيح، يبقى انا كل تركيزي هيبقى على الكسور، ماليش دعوه بالعدد الصحيح. طيب هنركز على الكسور يا باشمهندس انت وهو. طيب ده نص، ايه على 8 اكبر من النص. لما يجي يقول لي حاجه زي كده كل اللي بتعمله يا باشمهندس اللي انت بتيجي تجيب نص المقام. نص المقام كام؟ نص ال8 كام؟ برافو عليك 4. نص ال8 4. طب هو عايز ايه؟ اكبر، يعني اكبر من ال4. ايه اللي اكبر من ال4؟ 5. يبقى ايه ب5؟ يبقى ايه هتساوي 5. نقول كمان مرة، بص يا باشمهندس، لو المجهول فوق وطالب النص هنجيب نص المقام ده، لو المطلوب ايه؟ نص، ونزود ونقلل حسب المطلوب. لو قايل اكبر هنزود، قايل قليل هنقلل. تمام؟ يبقى دايما لما يطلب مني النص ان انا عايز الكسري ده يبقى النص اكبر او اقل منه، يبقى هنجيب نص المقام. اتفهمت؟ طب نشوف اللي بعده، 3 وبي على 6، بس بيقول لي يساوي تقريبا 4. بص يا باشمهندس احنا قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ اول لما يقول لي، طب ثواني بقى، هو قال لك هنا النص لا يساوي ال4، يعني انا عايزه اخلي ال3 دي 4. طب عشان اخلي ال3 4 هنزود عليها ايه؟ 1 صحيح. طب حلو قوي، عشان اخلي دي 1 صحيح ازود عليها 1 صحيح. ازاي اخلي البسط والمقام 1 صحيح؟ لما يكون البسط بيساوي المقام، لما يكون البسط زي المقام ده بيساوي 1 صحيح. طب انا عايزه ده يساوي ده عشان ازود الواحد الصحيح، فهخلي البي ب6. طب 6 على 6 بايه؟ ب1، هزود الواحد على 3 بقت كام؟ 4. طب هو بيقول لي ايه؟ تقريبا. كلمة تقريبا دي يعني لا اما تزودها لا اما تقللها، انت وراحتك.
كلمة يساوي تقريبا يعني أزودها أو أقللها، فممكن الستة دي تبقى ب7 أو 5، ممكن تبقى ب7 أو 5، فيساوي تقريبا ممكن يزودها تقول ب7، ممكن ب8، واحد تاني ممكن يزودها ب8، تمام، ممكن ب9. يبقى التقدير ده أهم حاجة أفهمه، أنا هقدر لإيه. فطبعا أول لما يقول لك يساوي ويقول لي عدد بس، العدد ده يعني خلى التلاتة 4، عشان اخلي التلاتة 4 هزود عليها واحد صحيح. طب الواحد الصحيح ده امتى ازود واحد صحيح؟ لما يكون البسط والمقام بيساووا بعض. طيب انا خلاص يبقى انا فهمت ان البسط هيبقى زي المقام 6، بس استنى يا باشمهندس، ده بيقول لي تقريبا. كلمة تقريبا يعني زيادة او نقص، فانا هزود واحد على 6 يبقى التقدير بتاعي ب7، او انقصه يبقى ب5. تمام. طيب عايز افهم تاني، نقول كمان مره. اول لما الاقي المجهول فوق حاجه، بص اجيب نص المقام، عشان هنا قال لي 5.5. 5.5 يعني هجيب نص المقام. نص المقام كام يا دكتور يا باشمهندس؟ نص المقام 2.5. نص المقام 2.5. طب هنا بيقول لي ايه؟ اقل. ايه اللي اقل من 2.5؟ 2، 1.5، 1. يبقى اما يقول لي ده عايزه يبقى اقل بقليل او اكبر بقليل، بنزود زي ما احنا قلنا. هنا جبت نص التمانية. نص التمانية كام؟ 4. طب هو بيقول لي اكبر، هزود واحد على 4 بقت 5. ممكن واحد تاني يقول 6. خلاص. طيب هنا عايزها يساوي تقريبا. تقريبا يعني اخلي البسط شبه المقام. طب البسط زي المقام 6، طب انا عايزاه تقريبا، هزود واحد يبقى 7. واحد تاني ممكن يقدرها ب8. طيب خلاص اللي بعدها اقل قليلا من 5.5. نص، يبقى هجيب نص المقام 5. حلو. نص المقام 5 كام؟ 2.5. طب انا بقول اقل، يبقى الاقل من 2.5 2، يبقى التقدير بتاعها ب2. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ سهل جدا ان شاء الله. تمام. نيجي للي بعده. ده لو ايه؟ المجهول فوق. لو المجهول فوق. طب نيجي يا دكاتره يا باشمهندسين لو التقدير تحت، اعمل ايه؟ بصوا بقى، بيقول لي 3 10 و3 على سي اقل بشكل طفيف من 10.5. بص بقى، هيقول لي بشكل طفيف، بشكل خفيف، بشكل اي شكل من الاشكال، انا ماليش دعوه. انا ليا دعوه هو عايز ايه؟ اقل ولا بيساويها ولا اكبر؟ تمام. طيب لو المجهول تحت اعمل ايه؟ احنا دايما فوق هنا. بص يا باشمهندس، فوق كنت بجيب نص ايه؟ المقام. طب انا هنا ما عنديش المقام، يبقى هجيب ايه؟ برافو عليك، ضعف البسط. برافو عليك. يبقى لو المجهول تحت بنعمل ايه؟ بنجيب ضعف البسط. يعني ايه ضعف البسط؟ يعني قد البسط مرتين، يعني بجمع البسط مرتين، يعني بضرب في 2. ده بقى كذا طريقه، يبقى بضاعف التلاته او اضربها في 2 او اجمعها مرتين. 3 و3 6. بس خلي بالك ده بيقول لي ايه؟ اقل بقليل. بس ثواني، ده المجهول تحت يا باشمهندس. طالما المجهول تحت بتعكس الكلمه. لو المجهول تحت بنعكس الكلمة، يبقى القاعدة بتقول ايه؟ لو المجهول تحت نضاعف البسط ونعكس الكلمة. لو أقل تبقى أكبر، ولو أكبر تبقى أقل. تمام؟ طيب نفهم أكتر، نرجع للمثال. 10 و3 على سي هضاعف التلاتة. 3 و3 كام؟ يبقى أنا هنا هضاعف التلاتة، هضاعفها يعني أجمعها مرتين أو أضربها في 2. 3 و3 6. طب حلو قوي، اعكس الكلمة دي أقل. هات اللي أقل، هات اللي أقل من سوري دي أقل، اعكس الكلمة يبقى هجيب أكبر. اعكس كلمة أقل هجيب أكبر. إيه اللي أكبر من الستة؟ 7. اللي اكبر من الستة 7، يبقى عكست الكلمة. خلاص. اللي اكبر من الستة 7. نشوف اللي بعده. برضو 7 و10 على اف، برضو نفس الكلام، بيقول لي اكبر قليلا من 7.5. طيب حلو. مستحر قالت
لو المجهول تحت هنضاعف البسط. ضاعف البسط يعني اضربه في 2، 10 في 2 ب20 واعكس الكلمة، أو ضاعف البسط 10 و10 20. اعكس الكلمة، هنا أكبر أخليها أقل. إيه اللي أقل من ال20؟ ال19. برافو. نشوف اللي بعده. هيا شطار يا حلوين. 20 على جي برضو، بس خلي بالك بيقول لي ايه؟ اقل قليلا من كام؟ ده مش من النص، مش من النص دلوقتي. تمام. برضو نفس الكلام، انا عايزاها الخمسة خليتها 6، يبقى انا هضيف 1 على الخمسة. الواحد الصحيح ده معناه ايه؟ الواحد الصحيح البسط زي المقام. طب حلو قوي، البسط زي المقام. طب يبقى هنا جي هتبقى ب20. طيب مفيش مشاكل، ب20. اعكس الكلمة، اعكس الكلمة. أقل، لا زود 1 يبقى 21. شفتوا الموضوع سهل ازاي؟ يبقى يا دكاترة يا باشمهندسين، قال لي النص، قال لي النص هنجيب نضاعف البسط. لو قال النص اضاعف البسط واعكس الكلمه، اكبر اقلل، اقل ازود. طب قال لي ان العدد الصحيح نفسه اتغير، زودت عليه 1 زي ما قلت لك فوق. البسط بيساوي المقام لو انا هزود 1، واعكس برضو الكلمه لو كان المجهول تحت، وطبعا هنا الكلمه تبقى زي ما هي، ازود او اقلل لو المجهول فوق. شفت بقى الموضوع سهل ازاي؟ اتمنى يا رب ان انا اكون بسطتهولك على قد ما اقدر وسهلت لك الموضوع. دي طبعا تمارين بتاعت كنوز، تمارين على اللي انا شرحته كله النهارده. سواء قدر المجموع واستخدم الحس العددي. اتمنى يا رب ان انتوا تحلوه وابعتوا لي الاجابات في التعليقات واقول لك صح ولا غلط، وان شاء الله المره الجايه او هتلاقي عامه اجابته موجوده على الفيس، هتلاقي الاجابه بتاعته على الجروب على الفيس مع كنوز الرياضيات. اكيد اكيد هتحب الرياضيات، وما تنساش الاشتراك في الانضمام لينا للجروب عشان اي حل بعد كده للتمارين يوصل لك ان شاء الله. اتمنى يا رب ان انا اكون وصلت لكم المعلومه. يا ريت يا ريت يا ريت اول ما نسمع الفيديو نقفله على طول ونخلصه بسرعه بسرعه بسرعه، تحل التمارين علشان تبقى سهله بالنسبه لك وما تنساش الشرح. تمام تمام. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه، باي باي.